السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وبالف خير وفي اتم الصحه والعافيه. امهات ولاد وبنات اللي كيتابعوني كيدعموني كيشجعوني، كنبغي نرحب بالناس الجدد انضموا للقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. يوم جديد واكيد فيديو جديد واقتراح جديد. الاقتراح اليوم هو واحد شلاضه او واحد سلطه بشكل راقي بمكونات بسيطة، تقدموا سلطة راقية في الشكل وكذلك في المذاق العائلات ديالكم والضيوف ديالكم. فالمهم كيف العاده ماشي نطول عليكم، غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه، وما تنساوش خليوا لي واحد لايك من باب التشجيع، وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش تعمل فائده والقناه ديالنا تكبر اكثر وتخلي لي واحد كومونتير اللي محفز وزويون بحالكم. فالمهم هنايا ديجا خديت واحد الزلافه ديال الرز، درت عليها جوج زلايف ديال الماء، خيزوه وحده كبيره، بطاطا وحده وشويه ديال الجلبانه، القليل من الملح، معلقه ديال الزيت اولا ديال الزبده. كديروها فيه متوسطه حتى تصفى الكوكوط وتنقصوا تحسبوا 10 دقائق، من بعد كطفيو وكتلقاوها واجده. صافي هنا درت القليل من الخل، درت 2 معالق ديال المايونيز، درت القليل من الملح، القليل من الابزار اللي ما بانش، درت علبه ديال مايس او ديال الذره، ودرت علبه ديال الطون ديال جولي بالزيت ديالو. المهم خلطت كلشي. المقطع اللي المهم خويا طفى لي التليفون ملي درت طون ومايس ومكونات الاخرى، كان خويا واقف حدايا وانا ما شفتوش. انا خديت البلا، خديت هاد الصينيه هادي هي اللي هي اللي غادي ندريسي فيها السلطه ديالي. الخص اللي ديجا غاسلاه مزيان ورقدته في القليل من الخل ونشفته وفرشته البلاطو ديالي بهذا الشكل هذا. المهم انا غير شاركت معكم كفكره هكا، ديجا كلشي وجدته على تيساع، ما كياخذش وقت، وجدته في الصباح ودريسيتها مع ديك 3 هكاك. المهم كلشي وجدته درتو يبرد. بالنسبه للدريساج انا شاركت معكم هكا، وانتم بدعوا وبتاكلوا كيف ما بغيتوا. انا فقط شاركت معكم الفكره ديالي، وديك الساعه ملي كتكونوا تحطوا انا ما كانش عندي الفكره بالضبط انني غندريسي بهاد الطريقه، غير بديت حطيت البلا ديالي وبقيت هكا بشويه بشويه حتى خرجت ديك النتيجه اللي شفتوا في البدايه. من بعد خديت مول طويل، فرشت له بلاستيكه ونزلت فيه السلطه ديال الروز وحطيتها في الوسط ديال البلا بهذا الشكل. انا عندي البطاطا اللي ديجا مفوراها، قطعتها مربعات، درت عليها نص علبه ديال الطون ديال الزيت حتى هو جولي، درت هنا القليل من مايونيز، القليل من الذره ما يعادل واحد المعلقه، ودرت شويه ديال الخل والقليل من الابزار. وذوقوا شوفوا لا خاصه الملحه، ديروا رشيشه ديال الملحه. انا صراحه المعلقه ما ساعدتنيش، وانا كيعجبني نخدم بيدي في الطون وخلط مزيان. وغنزيد القزبر ديال شويه ديال القزبر المعدنوس، انا عندي كونجلي، عندكم طري ضيفوه باش كيعطي لون زوين للشلاضه. المهم التتبيله على حسب الاختيار ديالكم. انا بطاطا كنفضل ندير لها المايونيز هي ولا الجزر كما شفتوا في البدايه، ولا الباربا كيعجبني نخليها في اللون ديالها. وعندي الباربا غزاله حلوه سكر، خليتها في اللوغو ديالها، جات سلطه اللي رائعه. وهذا البلا يمكن لكم تقدموه ل10 ديال الناس، حنا كنا غير شويه ولكن درنا تبارك الله ما شاء الله كلينا فيها وجات غزاله بشهاده الكل. صافي هنا البطاطا حاولت نقسمها على 2 ديال الاجزاء بهذا الشكل. وانا عندي الخيزو درت له شويه القزبر ومعدنوس، وغادي ندير له كذلك شويه ديال الابزار وطريقه ديال الملحه، غير شويه لانني مديره في شويه من بغيت نفورها رشيتها شويه مليحه. عندي هنا القليل مايونيز ورشيشه ديال الخل على حسب الذوق، بغيتوش ديروا ما ديروش. صافي غادي نخلط بهذا الشكل هذا، وحتى هو نحاول نوزعه على 2 ديال الاجزاء عفوا. جزء نحطه هنايا حدا البطاطا، وجزء اخر نحطه في القنت الاخر حدا البطاطا. المهم الخضار على حسب الاختيار ديالكم، عندكم القو كديروه، عندكم المهم تزيين بدعوا كيف ما بغيتوا، اللي كاين عندكم ديروه، اللي كتاكلوا ديروه. حنا الحاجات اللي كناكلوا درتها في هذه السلطه هذه. الباربا سلقتها بالقشور ديالها هكاك صينه، من بعد قشرتها وغادي نقطعها مربعات، غادي نحطها هنايا حدا خيزو. صافي غادي نقطع جزء حدا الجزر بهذا الشكل، ما يعادل واحد 2 باربات حتى 3 متوسطين، وجزء حاولوا تبعدوا داكشي شي اون فاس مع شي باش يجي البلا ديالكم زوين، وكلشي ياكل من كلشي. المهم قطعت الباربو كما قلت لكم في البدايه، خليتها بدون تتبيله. يمكن لكم تبلوها ماشي بمايونيز، ولكن ديروا لها شويه الخل، شويه زيت الزيتون، شويه القزبر المعدنوس وبصيله مشلضه. انا كنفضل في هذه السلطه نخليها السلطه كما كتكون بالخضر، كنفضل نخليها باللوغو ديالها. وكما قلت لكم عندي حلوه بزاف، عندي الخيار او الفكوس اللي متواجد عندكم، طري تبارك الله ما شاء الله، خليت له اللب ديالو، قشرته شويه وقطعته بهذا الشكل مربعات.
غندير خياره في هذا القنت هذا وخياره في القنت الاخر، ومن بعد غادي نرش عليها القليل من الملح هي وطوماط سوغيز غادي نحطها حتى هي. يمكن لكم حتى الخيار وطوماط سوغيز ديروا لها تتبيله او صوص فينيغريت بحال الباربه، يعني الخل وزيت الزيتون والملحه والابزار وديروا لها الصوص هذا. انا قلت لكم اكتفيت، خليت الطوماط عندي حلوه، خليتها باللوغو ديالها، رشيت عليها شويه مليحه، من بعد غادي نقسمها على انصاف، يعني نقسمها على جوج، وغادي نرش عليها غير شويه مليحه هي والخيار. وبالنسبه الباربه خليتها في اللوغو ديالها، صدقوني كيتجي رائعه. الا كانت عندكم هكا مطيشه زوينه والخيار طري والباربه حلوه، ما ديروش لها التتبيله وغادي تعجبكم. صافي هنا رشيت شويه ديال البصيله اللي قطعتها رقيقه فوق المطيشه باش تعطي ديكور هكا زوين. عندي البيض، سلقت غير جوج حبات ديال البيض وحاولت نقطعهم بهذا الشكل هذا، شكل وريضات. وغادي المهم اللي عندكم زينوا به. عندكم شويه ديال الكروفيت غادي ديروه في مقيله وغادي تصوطيوه بشويه مليحه وشويه الابزار وشويه ديال الزبيده وغادي تزينوا به حتى هو. المهم التزيين كيبقى لكم عندكم هذاك سميتو المخلل ديال القصب السكر. المهم اللي عندكم زينوا به. انا درت القليل من المايونيز من الفوقي هكا، كنت غندير واحد الزيين علاش كان رخامه. ملي فتحت الثلاجه لقيت الكيتشوب ما بقاش عندي، صافي هي فاش درت لا دانت فيه كما شفتوا في البدايه. انا كان عندي واحد شي حبات ديال الكيوي قطعتهم حتى هما على شكل وريضه وحطيتهم. يمكن لكم ديروا الاناناس معلب ولا طري اللي عندكم، كما يمكن لكم ديروا المونغ، كيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم تمزجوا ما بين المالح والحلو، راه كتجي سلطه اللي رائعه. انا داكشي اللي عندي اكتفيت به وحضرت بها السلطه، وكما شفتوا جات زوينه بزاف لا في الشكل لا في المذاق. هنا رشيت شويه ديال السمسم اولا الزنجلان بيض فوق الباربه باش كيعطي واحد اللوين زوين، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالي. كما شفتوا الفوق درت عويدات اولا لي كوردون اللي درت فيهم زيتونه كحله، ودرت لادان فيمي، ودرت طوماط سوغيز باش كتعطي واحد الشكل هكا زوين. درت تناسق هكا ديال الالوان، درت الوان اللي كتفتح الشهيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم، والسلطه تجربوها تروكم ان شاء الله باذن الله وتعجبكم. استودعكم الله الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم. وكما قلت لكم البدايه ما تنسوش خليو لي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش تعمل فائده والقناه ديالنا تكبر اكثر واكثر. استودعكم الله.